حتى أقول لكم لا تقنط من رحمة الله. القصة المشهورة لذاك البطل وذاك الشاب من شباب الرياض، وكم والله في الرياض من أبطال، وكم والله في الرياض من شباب يرفع بهم الرأس ويعتبرون تاج على رؤوسنا. هذا الشاب زعيم لعصابة، زعيم عصابة، ومعاه 4 أو 5 من الشباب حياتهم كلها إجرام، كلها سطو. 15 سنة 15 سنة ما سجد لله سجدة واحدة. وقفوا تاكسي يبغون الدمام، وقف لهم واحد، ركبوا معاه في التاكسي، جلسوا يطقطقون على سواق التاكسي، وسواق التاكسي ساكت. دخل عليهم وقت صلاة عصر، وقفوا في محطة من المحطات، قال لهم سواق التاكسي: يا شباب إلا الصلاة. كلمة إلا الصلاة حركت قلب ذلك المجرم، في نظر الناس إنه مجرم، اللي 15 سنة ما ركع لله. قال: يا شباب والله كلامه صح، والله كلامه صح، إلا الصلاة، خلونا ننزل نصلي. توضأ أول مرة من 15 سنة، دخلوا المسجد، صلوا الركعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، قاموا كلهم إلا زعيم العصابة، مات في آخر سجدة من صلاة العصر. أول صلاة من 15 سنة وآخر صلاة له في الحياة. أول صلاة من 15 سنة وآخر صلاة له في حياته ودنياه. لا تقول كيف، الله أرحم بي وبك وبالعباد من أمهاتنا. الله يختار ويصطفي. يقول، قال في آية عظيمة تعتبر أرجى آية في كتاب الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لو بقول لك قصص شباب كانوا في نظر الناس بأنهم منتهين، تابوا ورجعوا إلى رب العالمين، أقسم بالله ما طول وخرج من الدنيا وهو على حسن خاتمة، إما ساجد وإما صائم وإما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله لو بأذكر لك قصص حصلت معنا ليأذن الفجر وإحنا منتهينا.